توقيع زوجي فيه رسائل لكل القبائل العربية في كردفان وفي دارفور. يا أهل الجيش ده حيمشي دارفور وحيستعيد كل الولايات وحيستعيد كل الفرق والحاميات الأخلاها، حيستعيدها، ولأنه ما انهزم فيها. وانتوا بتعرفوا الكلام ده، الجيش ما انهزم ولا في ولاية ولا في فرقة ولا في، ما انهزم خالص، وانتوا عارفين. ودي له ظروف وأسباب قادر يقدر الجيش نفسه هو أخلى الفرق دي إليه. انتوا في الوقت داك بتواجهوا الجيش كقبائل ولا كمجتمع ولا كأسر، لأنه الدعم السريع ما بيقدر بيحميكم خالص. الدعم السريع ما بيحميكم ولا بيقدر بيقيف في وجه الجيش، وما في جيش بينهزم ورا الشعب السوداني كله. وانتوا الآن خلقتوا عداوات كبيرة جدا وواسعة مع كل المواطنين في دارفور. 80 أو 90% من المواطنين في دارفور ما دايرين خالص، لكن متعايشين وبقت سياسة أمر واقع. انتوا حتقيفوا قصاد الجيش كأسر، ما انتوا اللي بتكونوا خسرانين. لو هو أصلا كان بيقدر بيحمي حمى العرب الأسسوا الخرطوم وفيهم جزء من زمن المهدية، وفي جزء جاء في الستينات والخمسينات والستينات والسبعينات و84، وفي كل العقود العرب جا استوطنوا أو جا سكنوا في الخرطوم وبقوا جزء من مواطنين الخرطوم. الدعم السريع ورطهم والآن كلهم فزوا وهربوا وجوكم هناك في دارفور. هل ده وفر لهم سكن؟ هل الدعم السريع جا قال لهم ليتوا مرقتوا من مناطقكم؟ يا أهلي الدعم السريع لو كان بيحمي ديل الفقدوا بيوتهم، الآن فقدوا بيوتهم، أولادهم فقدوا تجارتهم، فقدوا محاهم. فبالضرورة تستوعبوا الكلام ده بشكل جيد. والآن نفسهم يتورطوا وما يقدروا يرجعوا من الخطاب. لاحظوا خطاب الأهطل اليوم ده، يعني لازم والخطاب اللي بيمسوا ده يعني الخطاب ده أسوأ من خطاب، يعني يسيء للإدارات الأهلية، يسيء لكل المجتمعات ويقصب المجتمعات. والله عيال دقلو ديل لو بتطاوعوهم وحتمشوا معاهم في الفترة الجاية يحلوا خرز عينكم وبناتكم ذاتها، بناتكم والله العظيم يسوقون يجندون. يا عرب استوعبوا الجيش ده ما ضدكم ولا عدو بالنسبه لكم. انتوا كده تخيلوا عيال دقلوا الان عشان يستقطبوكم وعشان تبقوا طرف منهم وتحموهم دارين يسوقوا الناس قبلي. انتوا كان بقى في قبلي في دارفور ما عارفين المجتمعات هناك وعارفين كل القبائل. اللي بيحميكم منو اول بيبقى لكم ما قادر يخلي لي شعره معاويه، ما قادر يخلي لي زول حكيم يبقى وسيط بينه، ما انتوا بيحميكم الا الجيش. لو بقى في صراع قبلي بينكم وبين قبائل، فمن الافضل يا اهلي لازم تقيفوا مع الجيش ولازم تقيفوا مع الوطن. فعيال دقلو دول بورطوكم والله. الان احنا عارفين في الغورة في الفرقان في واحد كم يد قاعد كم رجله، هل سالوا منكم؟ هل جاكم؟ وعارفين الان انتوا عارفين كل الصراعات اللي بتحصل سواء كان في زالنجي سواء كان في الجنة سواء كان في اي حته. دي ما مؤسسه، دي عصابه، وانتوا ما تبقوا رخيصين. يسوقوكم جاي ويزينوا لكم الكفر، يزينوا لكم يعني بيسوقوكم انتوا اولادكم وعيال دقلو بيسوقوكم لناس عبد العزيز الحلو، بيسوقوكم للغحاطه، بيسوقوكم للشيوعيين، بيسوقوكم لحزب الامه، بودوكم وعيالكم عندهم شنو؟ اي زول الان في حزب الامه ولا شيوعي ولا في اي حزب كان ولا المؤتمر كان قال له طلع 100 نفر راجل يقاتلوا، انتوا بيسوقوكوا وهم بيجوا بيتقاسموا المناصب السياسيه وبنقاسموا السلطه وبديكم لعبد العزيز الحلو. يا جماعه اللي بيمارس العلمانيه ناس الان شغالين تنصير، الحلو شغال تنصير، شغال غيره، كل الحاجات دي دايرين يقنعوكم انه الحلو ده يعني هيخدمكم انتوا. كده وروني الحلو ده بيخدمكم انتوا في شنو عشان يسوقوا. يا اخي عيال دقلوا دول خطوا ضربهم، املصوا يدكم منهم واعلنوا موقفكم واضح. هيسووا لكم شنو؟ عندهم شنو الان؟ ما عندهم اي قدره عشان يواجهوكم خالص، ما عندهم قدره، ما فضلت لهم حاجه. شوفوا الخطاب التافه اليوم تزل فيه الادارات الاهليه. هاتي الادارات الاهليه دي خليها يا اخي تتشجع. وانا ما عارف الادارات الاهليه دي ذاته يعني بشكل هذا يعني زلاكم. لا اكيد مشيتوا البيت وقعدتوا مع نسوانكم وفردتوا جلاليبكم او فرد واحد فرد كمه وادى تعليمات. يا اخي انت اتكلم لعبد الرحيم دقلو بدل تمشي المره المسكينه في البيت دي وتقعد تقول لها انا وانا. يا اخي انت ما عندك اي قدره، شفناكم ذليلين وبسيفوكم والدقلو ده. يا اخي خلصوا مجتمعكم. بكره الجيش ده لما يجي بتواجهوه كيف؟ بتواجهوه كقبائل، وفي قبيله بتواجه لها مجتمع وشعب والجيش بتخش في عدا في شنو وما في اصلا قضيه. ودار برضه اقول رساله الناس الفزوا وهربوا من بيوتهم، الناس الساكنين ام درمان، ساكنين بحري، ساكنين الخرطوم، عرب دارفور وكردفان الساكنين لهم اكثر من 100 سنه. يا عرب عيال دقلو ديل ما في ايديكم بشيء. القوا لكم طريقه، ادعموا الجيش،
اعتذروا للشعب السوداني، واي زول ما تورط يجي يرجع بيته، لانه ديل انتوا حتتذلوا هناك، وعيال دقلو حيسوقوكم وحيجندوكم رغم انفكم، لانكم جيتوا ضعاف وجيتوا ذليلين وحيودوكم. فيا اخي ضروره تواجهوا عيال دقلو. عيال دقلو ما عندهم حاجه، عيال دقلو ديل الان خطابهم الشين ده ما بيقدروا يغيروا، يدوا منهم قريب، فبالضروره تقيفوا قصادهم. وانا كلامي ده للادارات الاهليه وللقيادات، وانتوا يا القيادات الميدانيه والضباط والله مسؤولين من المساله دي. وفي الختام، هذه ليست معركة قبائل وليست حرب عراق أو دم. الدولة لا تحارب بالقبائل والدولة لا تبنى بالعنصرية. الرسالة التي خرجت اليوم واضحة جدا وصريحة من زعيم إدارة أهلية يعرف وزن الكلمة ومسؤولية الموقف. الدولة هي الشعب، والجيش جيش الشعب، ليس جيش قبيلة ولا أي تنظيم آخر. إن تم الزج بهم في هذه الحرب تحت شعارات عنصرية كاذبة، حان وقت العودة للعقل والحكمة. الاستسلام للدولة ليست هزيمة بل نجاة، والخضوع للقانون هو الطريق الوحيد للأمان والمستقبل. نصر الله القوات المسلحة، وآجل الشفاء لكل الجرحى والمصابين، وأوضة حميدة لكل المفقودين. كونوا بأتم الصحة.